بالنسبة للجزء الأول من دليل الممارس للقيادة المجتمعية في مصر والمنطقة العربية بيركز على العمل على الذات. لو هنبتدي أي مبادرة مجتمعية أو نحاول نعمل أي مشروع تنموي أو مشروع حتى يكون ليه دخل أو يكون مشروع ليه شكل تجاري ولكن بشكل تنموي، لازم لو هو هيستمر ولو هقدر ان انا التزم بيه ويكون عندي استمرارية فيه، لازم يكون فعلا مدروس بشكل جيد من الناحية الشخصية. فالجزء الأول بيركز على ازاي ان انا الاقي رسالتي في الحياة. رسالتي في الحياة ممكن قوي ان هي ناس كتيرة بتقضي حياتها ويمكن وهي على فراش الموت ممكن تبتدي ترجع بالذاكرة وتقول لك يا ده انا لو كنت عملت ده، ده انا كان نفسي اجرب ده او كده. فعشان ما تجريش بينا الايام ويمكن ويضيع العمر زي ما بيقولوا، ممكن من الاول ان انا ابتدي افكر شويه الشغف بتاعي. في ناس بتستسهل قوي وبتمشي ورا ثقافه القطيع، كل الناس مثلا مهتمه بشكل معين، مثلا كل الناس بيروحوا دور الايتام مثلا. طبعا ده حاجه مهمه جدا وحاجه ما حدش يقدر يغفل اهميتها، لكن اشوف انا ايه العلامات اللي عندي مثلا، فايه اللي بيؤرقني لما بشوف حاجه مثلا ظاهره معينه في الشارع او بتفرج عليها في التلفزيون او بقرا في الجورنال. ايه الحاجه اللي فعلا بحس ان هي حاجه بتؤلمني وحاسس ان هي لو اتحلت ممكن يبقى ليها اضافه مهمه في تنميه بلدي او تنميه مجتمعي. فده جزء مهم. الجزء الثاني غير احتياجات المجتمع هو ايه اللي عندي انا من شغف، من مهارات، من اتصالات، من حاجات ممكن اقدر اوظفها للمساهمه في حل الظاهره دي او المشكله دي. فمثلا في حاله بدايتنا في جمعيه فتحة خير، كانت جزء منها ان احنا كنت شايف مثلا حاجه من اللي كانت بتأرقني ازاي ان احنا عندنا فجوه كبيره ما بين الناس اللي يمكن عندها والناس المهمشين او الاقل حظا في مجتمعنا. وجات فكره ان انا كان عندي في الجامعه بعض الاتصالات الكويسه، عندي مصداقيه من خلال بعض الانشطه الطلابيه اللي كنت بعملها وكده، فقدرت ان انا اجمع مجموعه من المتطوعين. فده كان الجزء اللي هو بتاع الشغف والمهارات والاتصالات اللي كان عندي. والجزء الثاني احتياجات المجتمع، ان في ناس الاقل حظا ان احنا مش قادرين نعمل معاهم حاجه او نتواصل معاهم. بدانا فعلا ان احنا نعمل ده من خلال ان احنا نروح نزور منطقه الهضبه الوسطى وان احنا نشتغل مع السيدات هناك، وبدا الموضوع يتطور. فده كمثال صغير جدا. ومع الوقت ممكن مع تطور الوقت ممكن ان انا شغفي يتغير، ممكن ان انا ابتدي ان انا مهتم بقطاع معين بحاجه معينه في مجتمعي. مش بالضروره، في ناس طبعا بتلتزم بالموضوع ده وبتمشي عليه حياتها كلها، وفي ناس بيتغير معاها ورسالتها يمكن بتتطور بشكل مختلف او كده. وده برضو ظاهره كويسه، ما هيش حاجه سلبيه. الناس كتير قوي تقول لك يا انا بزهق بسرعه، او ده يمكن انا غلطان ان انا كنت المفروض اقعد مع الموضوع ده 30 سنه ولا كذا. ما حدش عمره قال ان انا لازم التزم بحاجه بشكل معين، طالما ان انا وانا في جوه الحاجه دي ان انا ملتزم فيها وبدي كل ما عندي، يمكن ان انا الموضوع يتغير مع الوقت او كده. ففي جزء ان انا اعرف الرساله بتاعتي او ايه دوري او ايه المبادره بتاعتي اللي هي ممكن تكون فيها الالتقاء ما بين الحاجتين دول، سواء هي حاجه قائمه ممكن انضم لها واساعد فيها، او حاجه ان انا شايف ان لقيت ان في فجوه في المجتمع في الجزء ده فانا هبتدي الحاجه دي. فاكون ممكن يا اما مساهم في مؤسسه او حاجه تنمويه، او ان انا اكون نفسي رائد مجتمعي ببدا حاجه بنشئ حاجه، والاثنين في نفس الاهميه. يعني برضو في ناس بتقلل شويه من شأن فكره ان انا جزء من فريق، وفي ناس بتقول لك ان القائد احسن من او اللي اسس حاجه اهم من حد انضم لحاجه. لا، الاثنين في نفس الاهميه، بالذات لو انا عارف دوري ايه. في ناس شاطره في تاسيس حاجات ولكن ما بتقدرش تكمل بعدها بفتره، وده دورها. في ناس اللي بتنضم الفريق مش هي المؤسسه ولكن هي اللي هتبني النظم، هي اللي هتكمل، هي اللي هتعمل استمراريه. وده من تجربتنا مثلا في نهضة المحروسة. انا دوري كان في الاول في التاسيس وفي اول سنتين ثلاثه، وعملت ما اقصى ما عندي. ودي يمكن المهاره اللي ربنا مديها لي، ان انا عندي قدره على مهارات الاتصال، تجميع الناس او تحفيز المجموعه. ولكن دوري مش قوي قوي، او لازم ادي مساحه لناس ثانيه في بناء الجزء المؤسسي، في ان يبقى الموضوع معمول بشكل نظم جيده، النظم الماليه، الميزانيات، الحاجات كلها عارف ان انا ضعيف فيها. فمهم برضو مع شغلي على الذات، الجزء الاول في الدليل بتاعنا هو ان انا برضو اعرف انا مش بس شغفي فين ولكن مهاراتي فين، انا ايه القيمه اللي بضيفها لفريق العمل ده.
فده جزء في الجزء الاولاني. يمكن الجزء الثاني المهم في اول جزء اللي هو عن العمل على الذات، هو ازاي ان انا برضو استمر في الحماسه بتاعتي. في اوقات كتير قوي بنخش على حاجه، ويمكن دي حاجه فينا عامه كبشر، ويمكن حاجه فينا كمصريين شويه، ان احنا ممكن بنزهق بسرعه، ما عندناش سياسه النفس الطويل ان احنا نخش حاجه ونستمر فيها ونبني النظم وهكذا. ففي جزء في شويه يعني ألاعيب ممكن نلعبها على نفسنا ونحفز نفسنا بيها وهكذا. برضو الدليل بيتطرق لبعض منها، ازاي ان انا اقدر ان انا اكمل الحماس بتاعي. جزء منها كبير هنتكلم فيه في الجزء الثاني بتاع الدليل، وهو العمل مع فريق عمل. وجود فريق عمل مش بس بيضيف لي ان انا بنكمل بعض من ناحيه المهارات، ولكن بيكمل برضو من جزء الحماس. احنا بطبيعه البشر اكيد فينا يوم حلو ويوم مر، او يوم انا متحمس ويوم مش متحمس، فاحنا بنشيل بعض كفريق عمل زي حاجه متناغمه. انا مش متحمس النهارده، حد تاني من فريق العمل هيفكرني بالرساله بتاعتنا وبنعمل ايه وهكذا. فده جزء مهم في جزء فريق العمل. برضو من بعض الحاجات التانية اللي بنتكلم عليها في الدليل هو جزء ازاي ان انا احاول احتفي بالانجازات البسيطه جدا والصغيره، ما اقعدش حاطط نظري على نتائج كبيره. ان انا حلمي مثلا توظيف 1000 شاب مثلا، لو انا عامل مبادره لتوظيف شباب مثلا، فمش هستنى للاحتفال بال1000 شاب، ولا حتى هستنى بتوظيف شاب واحد. لا، انا من اول ما ان انا هلاقي ان انا عملت مجموعه عمل ولقيت بعض الحماس، لازم نحتفي بالحاجات الصغيره دي ونحتفل بيها، اللي هي الانجازات الصغيره، حتى لو انجاز صغير جدا من اول ان احنا لقينا مكان نجتمع فيه. الحاجات البسيطه دي، لان هي دي اللي هتوصلنا للنهايه. في ناس كتيره بتفضل ماسكه نفسها وقاسيه على نفسها لغايه ما توصل للنهايه، ولكن جزء من تطورنا، جزء من خدمتنا لمجتمعنا وهكذا، هي الرحله نفسها، مش المنتهى او مش المكان اللي انا عايز اوصله. فمهم دي برضو من الحاجات اللي بتخليني اقدر ان انا اكمل في الحماس، وان انا ما يبقاش توقعاتي غير عمليه. يبقى طبعا دايما باصص وعندي رؤيه كبيره، ولكن شايف وقادر ومقدر كل خطوه من الخطوات او الانجازات اللي هي حتى على بساطتها يعني.